شيء بس نقول لكم كيف يلعبون على الشعب اليمني. في 2007 قامت السعودية بدعم الحوثي ب 350 مليون ريال سعودي، تمام، وصارت حرب عنيفة والكل يعرفها. السعودية لا زالت لليوم تنكر هذا الشيء، والحوثي ما يتكلم بها. طبعا الحوثي مستفاد، شال 350 المليون وحطيها في الجيب واشتري بها سلاح ومون الجماعة تبعه، وهات يا صراع وقتال، وقتلت عدة قيادات كانت مستهدفة بالاسم، ونحن نعرف القيادات هذه المعظمها الكبير اللي قتلت في صعدة، وهذه كان مطلوبة تصفيتها من قبل السعودية بالاسم. اليوم السعودية تقول الحوثي يبيع اليمن لإيران. طيب نحن نقول للسعودية ما انتم اللي قويتم هذا الشيء، ما انتم من زمان تدعمون مشايخ الزيدية لليوم، وانتم تنزلوا لهم رواتب شهرية لليوم، والسعودية تنزل رواتب شهرية للمشايخ الزيدية لليوم. ادوا لي شيخ شافعي من يافع، من اب، من تعز، من مارب، من اي مكان من ذول، وهو يعني سني شافعي يستلم راتب من السعودية. ما في، كلها تنزل رواتب للزيدية لليوم غصبا عن المملكة العربية السعودية. السعودية تضحك علينا. الحوثي يتمكن من الدولة وسيطر عليها، حالف إيران طبعا يباهله حليف قوة. السعودية خلاص انبلشت، ما عرفت كيف تسوي، جابت حكومة الرياض حكومة الشرعي من اليمن للرياض لأجل ايش؟ فكر ان هي راح تسيطر على الحوثي وتستعيد اليمن. مقدرة دمرون بلادنا تحت مسمى انه رافضي وشيعي. طيب انا عارف انه ما له رافضي ولا شيء ذا زيدي، لكن بلادي انت تدمرها من زمان، من اول ما جاء عبد العزيز وانت حارب بلادي، وصارت عدة حروب بين اليمن والسعودية والتاريخ يشهد ومؤرخة وموجودة. انت بأي يوم قد دورت مصلحة اليمن، بأي يوم السعودية قد سعى لمصلحة اليمن، بناء اقتصاد، للاستثمار، لبناء شركات، عاد الكويت جزاها الله خير لها مدارس، لها مستشفيات، يعني عاد لها لمسة، يعني أيديها موجودة باليمن معروفة ببناء مشاريع. أما أنتم أي سويتم؟ دمرتم اليمن، كنتم ما تسوون شيء، وكان اليمن أقوى منكم بسبب الخونة والعملاء. كل واحد يبيع اليمن لبلد طرف آخر. متى تجينا دولة تحكم اليمن سيادتها لليمن والشعب، تبحث عن الاقتصاد، عن التعليم، عن البنية التحتية، عن التطور، جذب شركات استثمار، تتحالف لي مع دول قوية مثل الصين وكوريا وروسيا، وتجيب تدي قواعد بحرية، وتدي بعدين مصانع وشركات الاستثمار باليمن. من حقنا يكون عندنا حليف، والحليف لازم يكون قوي وند لأمريكا، لأن أمريكا بظهر دول الخليج. عندما تجيب حليف يجابه أمريكا راح يصبحون زي النعاج مثل الكسب ذول كلهم، وراح تستثمر وتفعل كل شيء. كل الأطراف تلعب على الشعب اليمني، نشي حل وخرب وحوار ونتيجة خارجنا من الأزمة المتواجدة باليمن الحالية. كل الأطراف يلعبون على الشعب. هذا يقول أن السعودية عدو لنا. أنت ما شفتك يوم تكلمت عن معاهدات حصل بين السعودية واليمن، أو المطالبة بها بالذات الحوثي، أو المطالبة بها أو إعادة تنشيطها من جديد وتفعيلها على أرض الواقع وفي معاهدات دولية. الكل يكذب على الشعب اليمني.